السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا شايفين كده باذن الله هنعمل احلى صينية مكرونة بشاميل. يا بوسي طب ما احنا عارفين مكرونة بشاميل وبنعرف نعملها واساس ده فيها كمان. طيب، كل شيخ بيقولك ليه طريقة، تعالي شوفي طريقتي انا بعملها ازاي. بجد بقى تحفة جدا يعني بجد. افتح بيها مصنع، تعملي اوردرات، آه، موفرة. انا ملاحظة ان بقى فيها اضافات كتير ملهاش لازمة، غيرت طعم المكرونة البشاميل. البشاميل اللي هو بتاع زمان اللي هي الحلوة. تعالوا كده، اهم حاجة هنشوف كام تكة كده انا بعملها بس بجد تحفة قوي. سلقنا المكرونة زي ما احنا شايفين، انا بطلع المكرونة نص سوا، والمكرونة بتكون سايبة ما بتكونش اكياس، وشايفين لونها اصفر ازاي. هي نوعها اسمها نوع اسمه غالية. بيتباع في شكاير كده، اسمها الشركة بتاعتها اسمها غالية. بجد احلى انواع المكرونة سايبة هي غالية. انا ما بقدرش استغنى عنها صراحة، كل انواعها حلوة جدا. والمكرونة الاقلام تحفة جدا، في المكرونة بشاميل بتبقى مفرفرة ولونها اصفر، جميلة جدا. والنشا بتاعها معقول وما بتتكسرش ولا بتتهري، مهما تديها سليق مش هتتهري منك. بس انا بطلعها نص سلقة كده للمكرونة البشاميل، وهقول لكم ليه. ومعانا البصلة بقى كبيرة، متقطعة على ايدينا، متقطعة قطع مكعبات كبيرة شوية، مش مفرومة. مش عايزين البصلة تبقى ناعمة، انا عايزة البصلة بتاكليها مع اللحمة المفرومة. ماشي، دي اول تكة كده. بتخلي طعم اللحمة المفرومة بتاعك مميز، ما تبقيش بتاكلي لحمة بس، لا، لحمة بالبصلة كده بيبقى طعمها جميل. وعندي 4 حبات طماطم، من غير ما احط ميه خالص عليهم، بالهاند بريندر بالخلاط، وتروحي حطاها كده هتبقى مش بصلصه ومش قوطه متسبكه، قوطه فريش. اول ما اللحمه بتاعتنا تفك كده، كانت مجمده معايا وفكت، وبعد كده حطيت عليها الطماطم كده، هتشرب الطماطم هتبقى طعمها بجد. انت كده هتقفي هتاكليها بالمعلقه بس من حلاوتها. دي اول حاجة. البشاميل زي ما احنا عارفين المقادير بتاعته 4 5 معالق دقيق، 4 5 معالق سمنة، زي ما انتوا شايفين. انا بقى التركة اللي عاملاها هنا انا عاملاها بالزيت. انا بحب البشاميل يبقى خفيف، والاكلة كلها ما تبقاش دسمة وتبقى خفيفة، وهتاكلي منه وهتقولي بجد تحفة جدا. ماشي. ايوه، انا بعمل البشاميل بال آه بالزيت. وفي نفس الوقت لو عايزه تديله نكهه اديله مكعب زبده حطيه معاه، او معلقه سمنه، دي حاجه ترجع لك انت لو انت عايزه نكهه السمنه تبقى باينه فيه. بس هو بيبقى خفيف وجميل جدا، لاني انا طول عمري بعمله ني في ني وبالزيت يا جماعه، وبيبقى تحفه جدا بجد. وهعمله معاكم مره بعد كده الطريقه التانية. هنحمر بقى الدقيق. طب الدقيق، طب احنا نعرف امتى هنحط اللبن عليه. اول حاجه هتلاقيه رقد بقى في الحله، والحروف كده ابتدت تغمق. بصي، ابتدت تغمق كده، وغمقيها ما يهمكيش، هيفتح معاك وهيبقى اهم حاجه يكون مستوي. هنا بقى عندك قشطه لبن مركونه كده، تروحي حطاها هتدي دسامه. كفايه قوي الدسامه اللي هي في اللبن. طيب اللبن يا بوسي غالي وممكن ان احنا ما تبقى الصينيه مكلفه علينا. نص لبن نص شوربه. طب ما فيش شوربه، ميه، نص لبن ونص ميه، بس اهم حاجه يبقى كيلو. كيلو بالظبط على 5 معالق سمنه و5 معالق دقيق. مش هقولك زيت عشان ما رغبتكيش. والتوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ملح وفلفل وبهارات فقط لا غير. هنا وهنا في اللحمه وفي البشاميل. ومرقه دجاج، انا بحط مرقه دجاج بتخلي طعم البشاميل جميل جدا. وبص بقى المضرب ده بجد من ساعه ما جبته مفيش اي حاجه عملتها كلكعت معايا، بجد تحفه جدا. كنت بعمله الاول، كنت بلاقي بقى حته على جنب كده متكتله، حته على جنب كده في الحله متكتله. بس من ساعه المضرب ده الصراحه لو لسه ما جبتهوش انزلي هاتيه، جميل جدا.
ماشي، وتفضلي تقلبي في البشاميل لغايه ما يبقى كريمي زي ما انتوا شفتوا كده، وهتشوفوه لما برد كمان ما تقلش معايا، وفضل كريمي وخفيف كده وجميل قوي. والصراحه بتاكليه حتى بالمعلقه كده بيبقى طعمه جميل جدا قبل ما يستوي وقبل اي حاجه. انا بقى طريقتي في المكرونه، اول حاجه تجيبي هو نص كيلو مكرونه، تجيبي الصينيه اكبر عشان ما تبقاش الخلطه كبيره. الخلطه كبيره بتبقى كلها مكرونه، وبنشيل احنا المكرونه وبناكل حته البشاميل وشويه اللحمه المفرومه وكده. ولو في حد ما بيعملش كده يقول لي انت غلطانه يا بوسي. بصوا بقى، حطي شويه نص المكرونه بالظبط، حطي معلقتين لحمه مفرومه ومعلقتين بشاميل زي ما انتوا شايفين. انا بحطها كده بالعين. والصينيه تبقى كبيره، بصي ما تبقاش يعني بيبقى فيها فراغات. الفراغات دي البشاميل هتنزل تحت وهتمسك مع المكرونه، وهتبقى الخلطه مش عاليه، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها جميل جدا، وبتاكلي طول الوقت مكرونه بالبشاميل باللحمه المفرومه. فاهمين قصدي؟ يعني بتاكلي الخلطه كلها، مش هتسيبي خ- حته على جنب كده ما بتاكلهاش. الصينيه تبقى اكبر من المعيار اللي انت عاملاه. انا جايبه الصينيه الكبيره قوي وحطاها، انا عندي الاصغر وبعملها فيها وبتطلع ال يعني الكوبل بتاعها حلو، بس انا حباها تبقى السمك بتاعها يبقى صغير، ما تبقاش المكرونه وكده واخده طبقات ملهاش اي 30 لازمه. بس وهنعمل بقى وهنحط اللحمه بتاعتنا. وبعد كده هنعمل برضو نفس الخليط، نص كمية المكرونة التانية هنحطها على الوش، وهننزل البشاميل. شايفين البشاميل اللي عامل ازاي؟ بجد يعني كريمي، وفي نفس الوقت اهم حاجة الوقت اللي انت تقفلي عليه ما يبقاش ولا تقيل ولا خفيف كده. بصوا بقى، انا ولا هحط بيض على الوش، ولا هحط جبنة موزاريلا طبعا بقى، ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده هتتحط في الفرن، ولا هفتح عليها الشواية كمان، وهسيبها تستوي مع نفسها كده، وهيطلع اللون اللي انتوا شايفينه كده. شايفين اللون الجناب؟ انا بقى بحب الحبة المحمصين دول، بتبقى طعمها حلو قوي. بصوا، يعني انا بقول لكم هي كانت لسه سخنه مولعه، وصراحه انا كنت جعانه وما كنتش قادره اصبر ان هي تبرد شويه واطلع لكم الخلطه بخلطتها، بس حبيت اوريكم لونها. بصوا عامل ازاي. طبعا انا بفضل الفها جوه الفرن، يعني انا عندي الفرن بتبقى جوه سخنه شويه عن اللي هي اللي عند الباب، بفضل الفها كده عشان تاخد اللون كل واحد زي ما انتوا شايفين كده. وبجد الوش بيبقى محمص كده وبيبقى جميل جدا، ومن غير اي نكهات ولا اي حاجه، بيبقى طعمها حلو جدا. جربيها، بسيطة قوي وسهلة قوي. وان الصينية تبقى اكبر من المكرونة، بتبقى بجد بتديكي المكرونة كلها جوسي كده وطعمها جميل. بصوا بقى، بصوا يعني البشاميل لسه جوسي وجميل، والمكرونة كلها شاربة البشاميل، مش حتة البشاميل يبقى مكلكع فيها فوق وحتة تانية ما يبقاش فيها البشاميل. والسلام عليكم ورحمة